السلام عليكم. 8 تحذيرات من محافظة الإسكندرية للمواطنين بسبب موجة الطقس. تابع معانا الفيديو للنهاية وريت اللايك والاشتراك وتفعيل جرس الكل عشان يوصلك كل جديد إن شاء الله. أصدرت محافظة الإسكندرية صباح اليوم الأحد بيانا تحذيرا للمواطنين يتضمن 8 تعليمات وتحذيرات عاجلة يجب الالتزام بها خلال موجة الطقس والأمطار الغزيرة التي تضرب المدينة في الوقت الحالي حفاظا على حياتهم. ونشدت محافظة الإسكندرية وشركة الصرف الصحي المواطنين إتباع الآتي: توخي الحذر في القيادة أثناء طول الأمطار وعدم القيادة سوء في الضرورة القصوى بحذر شديد، تقليل التحرك بالسيارات لسماح السيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر، تجنب السير بسرعة عالية بالسيارات تتعدى 60 كيلو والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، وعدم الوقوف أسفل أي حاجة متهالكة، وعدم البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق، وعدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكة الحديدية أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق، وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار، وعدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار منها. وتعرضت أنحاء متفرقة من محافظة الإسكندرية اليوم الأحد إلى موجة من الطقس يصاحبها هطول أمطار غزيرة ورياح غريبة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة تزامنا مع منخفض جوي متمركز على البحر المتوسط. يعني أنا يا جماعة قاعد بعمل لحضراتكم الفيديو ده وقاعد متلج بصراحة. يعني الجو النهاردة درجة حرارة منخفضة جدا، فربنا يحفظ مصر يا جماعة. ودي حاجات أنا حبيت أقول لحضراتكم عليها، تحذيرات مهمة جدا بسبب الجو والأمطار. فربنا يحفظ مصر وأهلها. سلام وأشوفكم على خير.